المغرب تستعد لاستضافة كأس العالم 2030 بالتوفيق إن شاء الله لإخواننا المغاربة. أجمل تقرير أعده البحريني الحارث ابن سعيد، شاهد المقطع. الدولة الوحيدة اللي عندها إمكانية إنها تنظم بطولة كأس العالم لحالها هي المملكة المغربية. ليش؟ بقول لكم ليش. قبل أقول لكم الأسباب، المغرب تقدم لاستضافة كأس العالم في عام ولأن الطموح ما يتوقف عند محطة واحدة، فالمغرب أعاد الكرة في عام 2030، ولكن هالمرة مع دولتين اللي هي إسبانيا والبرتغال. المغرب ليش مصر على استضافة بطولة كأس العالم؟ المغرب ترى دولة حقيقية، دولة عندها إمكانيات، فهي عارفة إيش قاعدة تسوي. المغرب أول شيء، أنا الأمانة ما عندي خبرة في تفاصيل الشروط التي يجب أن تستوفيها كل دولة تقدم ملف لاستضافة كأس العالم، لكن من وجهة نظري في عوامل أخرى هي اللي ممكن تساعد في أن المغرب وبلد بحجم المغرب يستضيف كأس العالم. أول شيء، المغرب عنده استطاعة أن يستقبل ملايين السياح، نتكلم عن أكثر من 15 و20 مليون. المغرب ما عنده أي مشكلة أن يستضيف عدد سياح بهالحجم، عنده الإمكانيات السياحية كلها اللي تقدر تخلي السياحة عندهم انسيابية بدون مشاكل وبدون زحمة. ليش؟ لأن المغرب بلد طبيعي آية من الجمال، من تمر من الجنوب والوسط لين ما توصل إلى الشمال وطنجة وهالمناطق. دولة فيها مختلف التضاريس، فالسائح ما راح يمل، أي شيء يبيه موجود، أي شيء من صور الطبيعة موجود. المغرب إضافة إلى السياحة الطبيعية اللي فيه، بلد أثري، تتكلم عن دولة عريقة جدا ضاربة في التاريخ، فعندها مواقع أثرية عديدة. الشيء الثالث، الموضوع مو مقتصر على موضوع السياحة الطبيعية والسياحة الأثرية، كذلك الشعب المغربي شعب عظيم جدا وعنده قدرة على التعايش والتأقلم مع أي جنسية ومع أي جالية من أي دولة كانت، لأن المغرب مو بس الشعب، حتى كأنظمة حكومية وكأنظمة إدارية منفتحة على الآخر ومنفتحة سياحيا، فالموضوع راح يكون بسيط وسلس. المغرب بحسب المعطيات والأرقام يعتبر أفضل بلد من ناحية البنية التحتية في بلدان شمال أفريقيا إلى الآن، أتكلم إلى الوقت الراهن. المغرب شغال تقريبا من أكثر من عقد على موضوع البنية التحتية، لأن من أهم أسباب قبول استضافة المغرب أو أي دولة لبطولة كأس العالم موضوع البنية التحتية. فالمغرب اشتغل على الجسور، على الطرقات، على المراكز الصحية، على المراكز التجارية، على الفنادق، على المنتجعات. المغرب يعتبر سياحيا دولة أوروبية على أرض أو جغرافيا عربية. المغرب آية من الجمال، آية من الحسن، بديعة، متقدمة، فيها إمكانيات جبارة. ومن الحين لعام 2030 المغرب عنده مجال إنه يغطي أي نقص وأي عيب وأي تقصير لمدة 7 سنوات إلى عام 2030. الإمكانيات الرياضية اللي يمتلكها المغرب إمكانيات جبارة، تتكلم عن ملاعب عالمية تقدر تشيل لك آلاف المشجعين بكل راحة، غير الملاعب اللي ممكن يتم إنشائها لاستضافة ملف 2030. غير هذا، في نقطة مرتبطة بهالسبب، موضوع أن الشعب المغربي شعب رياضي، شعب محب جدا لكرة القدم، عنده شغف كبير وعنده محبة لهاللعبة العالمية، بدليل أن المغرب قدر يتأهل لكأس العالم 6 مرات، رغم أنه يقدر يحقق مرات وصول أكثر من 6 مرات، لكن كرة القدم لعب وخسارة. غير هذا، أن الإنجاز التاريخي اللي حققه المغرب لقارة أفريقيا وللعالم العربي بحصول على المركز الرابع عالميا إن شيء كبير. هذا يعتبر إنجاز تاريخي صعب على كل الدول العربية أنها توصل حتى لربع النهائي، فما بالك بالنص النهائي. المغرب وصل إلى مركز أحرج فيه كل دول أفريقيا وكل الدول العربية. من المنتخب اللي ممكن يجي مستقبلا ويحقق نفس المركز اللي حققه المنتخب المغربي؟ أعتقد الموضوع صعب 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 جدا. والإنجاز هذا للمنتخب المغربي والبنية الرياضية الموجودة والدوري المغربي، لأن تتكلم عن الدوري المغربي يا رجل، أنت تتكلم عن أندية مشجعينها يعتبرون من أقوى المشجعين على مستوى العالم، لدرجة أن الدوري المغربي كان محصور على القنوات الرياضية المغربية. فقامت قناة أبو ظبي الرياضية لأنها شافت حجم الجماهير وحجم التفاعل وحجم الشيء العظيم اللي يقدم الأندية المغربية في لعبها وكذلك المشجعين، قامت وخذت حقوق نقل المباريات الخاصة بالدوري المغربي. السبب الرابع أن المغرب بلد ذو موقع استراتيجي هام جدا. المغرب تقريبا يتوسط العالم، قريب من أوروبا، الدول العربية يمه، في أفريقيا وأمريكا الجنوبية والشمالية طيارات أمورهم طيبة، لكن بالذات للدول الأوروبية فالمغرب موقعه جميل جدا. ومو بس كجغرافيا، المغرب يتشارك مع دول أوروبا الجنوبية، إسبانيا والبرتغال والدول اللي تشابهها في موضوع المناخ. أعتقد ما راح تكون فيه إشكالية من ناحية المناخ إذا استضافت المغرب كأس العالم 2030. شنو راح يستفيد المغرب من استضافة بطولة كأس العالم؟ أول شيء أن المغرب راح يستفيد سمعة عالمية فوق السمعة العالمية الطيبة اللي
اللي يتمتع فيها المغرب. هالسمعة العالمية بدورها راح تعزز مكانة المغرب عالميا على الصعيد الاقتصادي والسياسي والرياضي وحتى الاجتماعي. الشيء الثاني واللي هو من أهم أسباب تقديم المغرب لاستضافة كأس العالم 2030 موضوع أن المغرب يبي يستفيد ماديا، يبي عمولة، يبي عملة صعبة، فهالشيء راح يتم من خلال السياح وتدفقهم على المغرب. فتخيل أن المغرب تعتبر ثاني دولة عربية من حيث السياحة إذا ما خاب ظني، صححوا لي في التعليقات، ويستقبل فوق 14 أو 15 مليون، فما بالك لين يجون سياح جدد لأول مرة في المغرب. فاعتقادي أن الرقم ذي راح يتضاعف، وتضاعف رقم السياح بالتالي راح يؤدي إلى تضاعف النفقات والمصروفات، وهذا كله راح يدخل في ميزانية المملكة المغربية، وبالتالي راح يساهم في رفد القطاع الاقتصادي في البلد. إضافة لهالشيء فالموضوع مو مقتصر فقط على نفقات السياح وعلى الفلوس اللي راح يصرفونها في المغرب. أي دولة في العالم تستضيف كأس العالم من أهم أولوياتها أنها تستغل هالاستضافة في جذب الاستثمارات الخارجية. المغرب مؤهل جدا لاستضافة أكبر الاستثمارات على مستوى العالم، بدليل في شركات سيارات كثيرة عالمية موجودة في المغرب، وكذلك شركات عقارية وشركات إلكترونية من شتى أنحاء العالم بدأت تستثمر في المغرب، لأن المستقبل المغرب إن شاء الله مشرق ويبشر بالخير. ثالث شيء أن التاريخ راح يسجل للمغرب أنها ثاني بلد عربي يستضيف كأس العالم، وثاني بلد أفريقي يستضيف كأس العالم، وهذا الإنجاز وهذا الرقم راح يتسجل باسم المغرب إلى أن يشاء الله. فمن هالمنبر ومن البحرين أتمنى التوفيق للمغرب، وإن شاء الله أنه يتم قبول الملف اللي راح يمثلنا كلنا.